أهلا بيكم في حلقة جديدة من سلسلة Amazing Egyptian League والجماهير Egyptian League. طبعا خلاص بقى القناة كلها اندمجت في بعض. اوكي، يعني أنا دلوقتي بقيت يعني بستخدم الوسيلة الأسرع. يعني الأسرع والتفي بالغرض زي ما بيقولوا لأي حدث وأي أمر طارئ بالذات. طبعا هو الوسيلة الأسرع هي الوسيلة اللي أنا ابتكرتها واللي ما كنتش أعرف نهائيا، وأثبتت بالأدلة الكاملة ده. هي الشبيهة بما يسمى البودكاست، واللي أنا ابتكرتها وحتى سميتها اسم ليا كده. يعني اسم خاص بيا أنا. لأني الحمد لله أحمد ربنا شكرا له، كانت في 2015، في منتصف 2015 شهر 7. أول حد ابتكر أو اشتغل بالوسيلة دي كنت أنا، الحمد لله. تمام، وعديت نفس الميزات اللي سبحان الله اللي هي بيتقال دلوقتي في البودكاست عموما. فالجماهير ماشية بالنمط ده، سواء جماهير واحد أو اتنين، لكن أميزنج ماشية بالنمط التقليدي، استوديوي، ستايل بقى الصورة العادية اللي هو الشغل التقليدي بقى وجودة الصورة ومش عارف ايه والكلام اللي احنا عارفينه. تمام، المهم النهارده بتكلم معاكم في ما قبل مباراة الأهلي والزمالك، أو الزمالك والأهلي، لسه لحد دلوقتي مش عارف تبع يعني مين بالظبط يعني. أوكي، لكن أنا يعني بتكلم، وعارف إن أنا مش هلحق أنزل الحلقة طبعا لأن أنا بره. والمباراة هتتلعب وأنا يعني مش هكون لسه نزلت حلقة، لكن بعمل سبق كالعادة. في سبق مش طبعا اللي اتكلم ناس اتكلمت قبل كتير ومن امبارح كمان، عملت نوع من التحليل، نوع من التوقع للمباراة. لكن أنا بعمل سبق دايما في المحتوى، في جودة المحتوى، في اختلاف المحتوى. زي ما عودتكم كتير تمام ان طول ال7 سنين ونص اللي فاتوا، الحمد لله احمد ربنا نشكر فضله، لكن دايما بيكون في اختلاف حقيقي بمعنى الكلمة. واختلاف للأفضل طبعا، وأحيانا كتير بيكون يعني اختلاف شاسع بكل المقاييس. المهم بتكلم معاكم النهارده ما قبل المباراة، ليه هتكلم برضو بنفس الأسلوب والطريقة اللي اتعودتوا بيها، المبتكرة تماما تماما في الأسلوب التحليل. حاجة اسمها التشكيل المتوقع، وبناء طبعا على الأحداث والمتغيرات، إصابات بقى، خروج لاعبين من القائمة وهكذا. وال ال وال ال الأداء يعني سير المباراة أو الخطة المتوقعة من كلا المدربين، زائد التشكيل الأمثل والخطة الأمثل للفوز بالمباراة لكلا الفريقين. أوكي. فبكل بساطة أنا طبعا الحلقة زي ما قلت هتكون يعني شيء موثق، وهنزلها بعد المباراة بإذن الله. وهتكون يعني زي دليل آخر، الحمد لله اتعودتوا مني دايما إنها ما بتكلمش دايما إلا بالأدلة الكاملة. وهنزل الحلقة دي إن شاء الله بعد يعني هتكون في الأغلب بعد المباراة بالليل، لكن هتكون طبعا تاريخ تنزيلها يعني الحلقة الخام موجودة عندي عشان تبقى توثيق واضح وكامل لسبق آخر الحمد لله ليا بإذن الله مع تفرج جديد. طبعا انتوا عارفين الكرة المصرية للأسف ملهاش ملكة، ودي من النقط برضو السلبية جدا 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 في التقييم والتوقع كمان، بس تحديد التوقع. التقييم لا، التقييم الحمد لله احمد ربنا شكرا طبعا تفوق كاسح، وتوقع تفوق كاسح برضه. لكن مشكلة تحليل سوري توقع مباراة في الكرة المصرية لا، لأن اللاعبين متغيرين جدا، مزاجيين جدا، أحداث ممكن تبقى بسيطة تغير أمور كتير جدا على فكرة. ودي من نقط سلبية جدا في الكرة المصرية. اه، في ناس تقولك دي بتعمل حلاوة ومتعة، ما تخليكش تقدر تتوقع نتيجة مباراة. لا، مين قال الكلام ده؟ انا مش بتكلم في المباريات اللي فيها جاب، اللي فيها مسافات. المباريات اللي فيها مسافات او اللي فيها جاب ما بين فرقتين في الامكانيات لا، متوقعة جدا. يعني مين كان يتخيل مثلا سموحة تفوز على الاهلي في ظل الظروف الحالية والسكواد الحالي مع الفريقين؟ طبعا لا. طبعا الدنيا كلها يعني كانت نسبة مليار في المية الأهلي يفوز على سموحة، لكن كان الاختلاف هيفوز كام وكان طبعا كله متوقع تماما ده في الوقت الأصلي، زائد غير هيفوز كام كمان الأداء هيكون أداء جميل مميز ولا تجاري. طبعا ده بغض النظر عن الكوارث اللي عملها الهاني سليمان من بداية المباراة، طبعا ولا أثرت جدا. لكن أنا بقولها أكثر العشري اللي بيقولك إنه لو ما كانش الكوارث دي أو الهفوات دي ما كانش الأهلي يفوز فنيا. لا، أنا بقولك لا، لا لا، سيبك من إن أنت بعد الهدفين في بعض التراجع من الأهلي بالذات في الشوط الثاني، لكن ما هو ده لأنه كان أحرز الهدفين.
والأهلي عنده المشكلة دي من زمان، إن هو مش بيكمّل بنفس الكيفية. المدرب الوحيد اللي كان عنده نقطة الجوع والنَهَم الشديد جدًا والتكملة إن شاء الله جايب 3 جايب 4 بيكمّل بنفس الكيفية كان فايلر، وعشان كده هو مختلف. لكن كل المدربين الآخرين مدربين تجاريين زي ما قُلت قبل كده، اللي هو نظام اللي تغلب بيه تلعب بيه زي ما بيقولوا، ونظام إيه، اخطف واجري زي ما بيقولوا برضه بالأمثلة الشعبية. فكولر من النوعية دي برضه، تمام، وأنا حذّرت من الأمر ده قبل كده، رغم إن السكواد الحالي مع كولر أفضل بكل المراحل من سكواد فايلر، ورغم إن السكواد اللي كان مع سواريش برضه أفضل من فايلر مثلًا، واللي كان مع موسيماني برضه أفضل من فايلر. يعني الاتنين بالتحديد موسيماني وكولر السنة دي هم أفضل سكوادات الأهلي جابهم على مدى ال10 15 سنة اللي فاتت، على الأقل كمان بالتحديد من بعد الجيل التاريخي بتاع أبو تريكة وبركات وعماد النحاس وسام الشاطر محمد اسمه إيه ده ووائل جمعة ومتعب الجيل ده اللي احنا وشوقي ومش عارف الجيل ده طبعا اللي هو إيه كان بيتجدد دايما بأفضل اللاعبين. طبعا من المرة المليار للمرة المليار للبهوات والجهابزة واللي اتسألوا يعني أكتر من حد الفترة اللي فاتت وده يأكد كلامي إن بدأ فيه اهتمام كبير الفترة اللي فاتت يا جماعة بمسألة هو عايزين إصلاح للكرة المصرية. وإصلاح الكرة المصرية دي يعني إصلاح الدوري عشان نكون واضحين. ما هو إصلاح الكرة المصرية دي قاعدته إيه؟ إصلاح الدوري. تمام. لكن كل الجهابزة أنا سمعت تقريبا كل الناس اتكلمت في الأمر ده تقريبا. مش عايز أقول أسماء يعني لكن كلهم كل اللي يعني متسيطين في التحليل الكروي والإعلاميين وحتى صحفيين ولا واحد قال كلمة أو قال حاجة ناجحة وناجعة وصحيحة نهائيا. كله إيه زي ما بيقولوا بيوديك اسكندرية عن طريق الصعيد. حاجة تجنن والله العظيم يا جماعة. مش عارف أقول إيه. يعني يوديك اسكندرية مثلا عن طريق مثلا أقول لك إيه مثلا عن طريق الغردقة. يا عم إيه اللي جاب ده لده؟ حاجة غريبة جدا. أنت دلوقتي يبقى عشان تصلح الكرة المصرية بدايتها بتصلح البطولة الأكبر والأهم. اتعمل كده مثلا في إنجلترا اللي خلى البريمير ليج بالقوة الفظيعة دي. مش كده بس أنا عايز أقول لكم إن اسمه إيه ده دوري الشامبيون شيب دوري الدرجة التانية الإنجليزي قوته تضاهي دلوقتي أندية دوريات أوروبية درجة أولى بكل المقاييس تضاهي دوريات كبيرة. يعني أنا أقول لك الشامبيون شيب ده يمكن قوته في نجاعته وقوته وحتى المواهب الموجودة فيه ممكن يضاهي الدوري الفرنسي مثلا اللي هو موجود في البيك فايف. تخيلوا مثلا. ويمكن أقوى من دوري زي الدوري البرتغالي أقوى من دوري زي الدوري الهولندي وهكذا. بمناسبة الهولندي قريت خبر امبارح إنه نوني مادويكي تم انتقاله لتشيلسي وقبله كان جاكبو طبعا راح لليفربول. هاعمل لكم حلقة بإذن الله عن انتقاد شتوية بإذن الله في أقرب وقت ممكن إن شاء الله. بالنسبة طبعا للدوري المصري وبالنسبة للدوري ال 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 يعني دوري الدوريات الأوروبية. وهتكون مدوية كالعادة بإذن الله تبقى فيها تحليل مختلف تماما وتقييم متفرد تماما وتوقعات خرافية وإعجازية كالعادة إن شاء الله. لكن اندهوفن بعد ما بدأ يستفيق شوية وبدأ يشارك أياكس في الهيمنة والسيطرة في الكرة الهولندية بيده لا بيد عم بيوقع نفسه تماما 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 بطريقة مش ممكن يعني. يعني أنا مش عارف أقول إيه بصراحة. كفاية ستيفان بيرجوين اللي رجع من توتنهام هو أصلا يعني أو لاعب كان في اندهوفن وعمل تاريخ رائع مع اندهوفن وراح سابوه على اياكس بطريقة غريبة جدا. بطريقة غريبة جدا جدا. فقررته دلوقتي في جناح ممتاز زي مادويكي ولاعب متميز زي جاكبو بطريقة مش ممكن. مادويكي هينجح على فكرة في تشيلسي طريقته تناسب تشيلسي إمكانياته. لكن مشكلة تشيلسي دي بقى لسه هتكلم فيها دي ايه اللي وصل تشيلسي اللي بيجرى ده. تاني بكرر يا جماعة البناء الخطأ. ما بني على باطل فهو باطل. ما اقصدش باطل يعني حاجة وحشة اقصد باطل يعني بناء خطأ بطريقة خطأ. انت بنيت بطريقة خطأ تماما. البناء بمجرد الأموال فقط بدون بناء الشخصية للفريق وبناء الانتماء وبناء الأمور كده معينة جوه النادي بعتقد وده اللي بينجح ريال مدريد على فكرة. زي ما قلت جو عام كده وشخصية معينة أي لاعب جديد بيكتسبها حتى لو بنسبة. فبيبدأ إنه يدي عشان كده يقول لك إيه يقول لك قميص المرنجي مثلا تاريخ وعراقة كده. لا هي مش مسألة كلاشيهات يا جماعة. لا عندنا دي كلاشيهات احنا عارفين. لكن ودغدغة عواطف الجماهير لكن بره لا إلى حد ما يعني. لا لا فعلا في جو كده اتموسفير وفي زي حياة جوه النادي نفسها بتخلي الباقي يندمج بمعنى الكلمة.
فدي حقيقة في بعض الأندية على فكرة يا جماعة. يمكن على فكرة الأمر ده إلى حد ما مفتقد في برشلونة عن ريال مدريد. عشان كده يمكن بيبقى فيه شوية اللاعبين اللي بيدخلوا ريال مدريد حتى لو في حالة فنية مش جيدة، أو الفريق يعني ما كان في حالة فنية في الوقت ده مش جيدة أو نتائج مش جيدة، وبيستفيق بسرعة. على فكرة دي بنلاحظها، ودي من سمة الأندية اللي فيها النقطة دي. لكن حتى لو كان النادي زي ما بقول فيه نتائج مش جيدة أو محقق سنين مش بالمستوى الأمثل، ما بتكونش كتير ومش متتالية قوي في نفس الوقت. بتكون زي ما قُلت في استفاقة سريعة، عكس برشلونة الأزمة بتستمر شوية، لإن ما فيهوش الحتّة دي شوية، تمام. كمان تمسّك اللاعبين، بغض النظر إن جماهيرية الريال والكلام ده، لكن حتى من زمان نلاحظ تمسّك اللاعبين بالكيان نفسه أكبر. بتكون أكبر، مش للشهرة بس، لأ، لإنه طبعًا ممكن بقى ما هي نفس شهرة ريال مدريد ممكن تكون موجودة في الدوري الإنجليزي في أندية كتير، 3، 4، 5، موجودة في الدوري الإيطالي، موجودة في الدوري في بايرن مثلًا، في الدوري الألماني، شهرة على مستوى العالم يعني. ولكن أنا التمسّك بالنادي نفسه حتى في أسوأ الظروف، لوجود الحالة دي زي ما قُلت. الحالة دي حد يقول لي طَب دي إيه، بتتبني إزاي؟ فالأمر ده زي ما قُلت يا جماعة ليه ناس معيّنة، يعني الناس دي اللي بتدخّل المفاهيم دي، وبتدخّل الجو ده بطريقة معيّنة، ليها أُسس، ليها نظام، ليها طريقة تعامل، ليها طريقة تعامل نفسي، أمور كده معيّنة، تمام. لكن طبعًا يعني ليها استمرارية كمان، يعني مش واحد بس بييجي يعمل الأمر ده، لأ، ممكن واحد ورا واحد ورا واحد، استمرارية معيّنة. طبعًا ده قليل لمّا تلاقي اللي عندهم العقلية والطبيعة دي، كويس، لكن موجودة. المهم فزي ما باقول نرجع تاني بقى للحدث بتاعنا بشكل سريع جدا. هجيب لكم التشكيل طبعا وخلاص، نزل تقريبا القوائم المباراة أو قوائم الفرقتين هقول لكم حالا طبعا. طيب يلا يا جماعة نبدأ مع بعض القائمة. الأهلي طبعا للأسف كالعادة قائمته ما بتظهرش إلا وقت المباراة، قائمة الزمالك بتظهر أسرع، رغم إن قائمة الأهلي يمكن يعني واضحة أكتر لأن الإصابات فيها أكتر واضحة وضوح يعني. لكن كله يعني حتى لو دخلت هتلاقي إن كله بيقولك ملامح ملامح، توقعات مش عارف إيه. أنا ما بحبش كلمة توقعات ولا ملامح ولا الكلام ده، أنا القائمة بتبقى قدامي وأنا اللي بشوف بنفسي. المهم الملامح بيقولك الملامح يعني أقرب حاجة إن ملامح هتكون برضو كله جايب لك تشكيل، محدش جايب لك القائمة، كله جايب لك التشكيل. لكن عامة هو الغيابات الأهلي في مجموعة غيابات مؤكدة زي أكرم توفيق أدي واحد، اللاعب الأول محمود متولي اتنين، طبعا محمود متولي ده اللي يعني اتصاب أكتر ما لعب. كريم فؤاد تلاتة، مصطفى شوبير أربعة، ياسر إبراهيم خمسة، حمدي فتحي لأ يعني بين كده وكده، عمرو السولية ستة، بيرسي تاو برضو. يعني أنا أتوقع إن بيرسي تاو ممكن يبقى مفاجأة التشكيل أو مش تشكيل القايمة. عبد المنعم سبعة، برونو سافيو تمانية، اللي أنا أكدته كان ليا سبق خرافي من أول ما شفته، قلت اللاعب ده إمكانياته مش بالمستوى الأمثل. وحتى وقتها عملت مقارنة بينه وبين لاعب آخر كان المفروض الأهلي بيفاضل بينهم، وقلت الآخر أفضل يعني مبدئيا طبعا. المهم طيب يبقى أنا شايف إن هو التشكيل المتوقع اللي بيقولوا عليه محمد الشناوي طبعا، ولا جدال في محمد الشناوي ده اللي ما فيهوش جدال طبعا. خط الدفاع يبقى علي معلول، رامي ربيعة، أيمن أشرف، محمد هاني في منطقة الباك. تمام. وانا متحفظ، دي النقطة اللي انا متحفظ عليها، بس هقولها ازاي لما يجي للتشكيل الامثل طبعا. لكن هو كله بيقول كده، كله بيقول محمد هاني يمين وعلي معلول شمال ورامي ربيعة وايمن اشرف. وعلى فكرة التشكيل ده اللي هو اضطراري يعتبر، هو ده اللي لعب مباراة الزمالك قدامه فرصة ذهبية، فرصة ذهبية. قول ازاي في الخطة الأمثل للفوز بالمباراة. وخلوا بالكم إن الزمالك ما قداموش إلا الفوز، ما يقدرش ينزل يلعب على التعادل، لأن التعادل بيفقدوا فرصة كبيرة جدا جدا. انت خلاص انت داخل في الأسبوع كام دلوقتي، أو يمكن نص المسابقة قربت عليها، والأمر ده ولسه ما عملتش أي تدعيمات في الميركاتو. والكلام على القندوسي على فكرة مكسب بكل المقاييس، مكسب بكل المقاييس. وأنا كان هو يعتبر أميز لاعب في الفريق أمام الأهلي في المباراتين، مع كمان المهاجم أكرم جحنيد. الاتنين دول أميز اتنين على فكرة يا جماعة، ويعملوا فرق حقيقي بمعنى الكلمة. تمام فزي ما بقول أنا شايف إنه هيكون تعاقد مميز حقيقي بمعنى الكلمة طبعا. في كمان آم، الوسط بالنسبة لي، الخط وسط للزمالك سوري الأهلي، مروان عطية، أليو ديانج في الوسط في منطقة الدايرة،
حسين الشحات، احمد عبد القادر، ومحمد فخري. انا لا، محمد فخري ده صعب طبعا، انا شايف كهربا هو اللي ممكن يبدا. هو حاطط الكهربا في الهجوم. كهربا وشادي حسين ومحمد شريف. تمام. او شادي حسين، سوري، كهربا او شادي حسين مع محمد شريف. يعني ده تشكيل برضه متحفظ عليه، يعني حتى لو كان ده التشكيل اللي اتحط، لا انا شايف ان مش هو ده التشكيل المتوقع. انا شايف التشكيل المتوقع هيكون مروان عطية، اليو ديانج، وهيكون حسين الشحات موجود في احد الثلاثي الموجود قدام، مع احمد عبد القادر برضو. انا اتوقع لا، محمد فخري لا، اتوقع هيكون كهربا. هيفاجئ بيه كولر زي المباراة اللي فاتت، ممكن جدا ده يحصل. او يبدأ بشادي تحت محمد شريف. يعني ممكن كهربا يدخره للشوط الثاني حسب الحالة البدنية، الحالة البدنية اللي هتتحكم، انا مش في النادي. لكن لو في النادي والحالة البدنية الكهربا تسمح، انا بقول ان كولر هيفاجئ بيه الزمالك النهارده، عشان كمان يثبت المفاجأة، او يثبت حتة ان انا اهو يعني عملت حاجه، لان كولر حاسس بالانتقادات، وكولر حاسس انه الفريق هو اللي بيسيره، قوه الفريق هي اللي بتجيب الانتصارات، مش امكانياته. فهو عايز يعمل اي حاجه، وده اللي انا خدت بالي منه ليه اشرك كهربا قدام سموحه، عشان يبين اني انا لا، انا مبتكر، انا بعرف ان انا فعلا انا عامل حاجات كده تذهل الجمهور وتفاجئه. فالامر ما يمرش كده مرور الكرام. انا واثق ان ده اللي هيحصل. فحاله بدنيه كهربا ممكن جدا يفاجئ الزمالك حتى على الاقل في الشوط الاول، ويعمل زي سموحه يغيره في الشوط الثاني. تمام. وشادي حسين يكون بديل، ومحمد شريف هو اللي راس الحربه، وكهربا يلعب تحته. هو ممكن يلعب مهاجم، لكن مهاجم هتبقى لا، نقطة سلبية، المهاجم مش هيأدي بالشكل الأمثل. طيب ليه بقول أجي بس الأول التشكيل المتوقع للزمالك. يعني أنا شايف إن غيابات الزمالك مش للدرجة، لكن طبعا الأهلي عشان دعم بتلات لاعبين ففرقوا معاه، ما بينوش الفارق قوي، أو ما بينوش الفرق الموجود، لأن في وجود تلات لاعبين فات وجاهزين وموجودين: خالد عبد الفتاح طبعا، ومروان، واللاعب الآخر اللي هو اللاعب التالت اللي هو كاريستو. وللأسف أنا ما شفتوش المباراة اللي فاتت لظروف عملي، ما قدرتش أشوف المباراة للأسف. وسمعت الكلام اللي اتقال إنه عنده إمكانيات وعنده قدرات والكلام ده كله، لا مش هحكم إلا لما أشوفه أنا بعيني. فأنا هحاول أرجع للمباراة اللي فاتت. هو متوقع النهاردة هيشترك، لكن في الشوط التاني أتوقع يكون إن هو مفاجأة النهاردة. وده أنا متوقع تماما إنه يكون في الشوط التاني. مش هياخد فترة طويلة لكن حسب الأحداث، لكن توقعي إنه مش هيلعب أقل من نص ساعة في الشوط التاني. تمام. المهم زي ما بقول بالنسبة للزمالك، نيجي لحراسة المرمى. محمد عواد طبعا. الخط الدفاع هيكون طبعا في استبعاد لعمر جابر، لسه خبر حالا قريته، عمر جابر بره الصورة. وعمر جابر بيعاني من مشاكل نفسية. عمر جابر عنده إمكانيات يا جماعة، عمر جابر عنده قدرات، لكن بيعاني من حاجتين مهمين جدا. الحاجة الأولى قطع تواصل مهم جدا، أو بينه وبين إمكانياته. ودي نقطة مهمة أوي أوي أوي، ما حدش واخد باله منها طبعا للأسف، يعني عن جهل بكل المقاييس. لكن الحمد لله أحمد ربنا يشوف فضله، النقطة دي برضو من الأساسيات اللي موجودة عندي في حاجة اسمها تقييم اللاعب ومسيرة لاعب. دي برضو حاجة تضاف كمان لقدراتي الحمد لله. تقييم مسيرة لاعب وتوقع مسيرة لاعب، مش توقع بس مردوده فقط وقتيا، ولا مردوده في نادي، ولا حتى قبل التعاقد معاه، ولا حتى استشارة معينة إن اللاعب يروح إزاي ويعمل إيه. لا، ده توقع مسيرته المستقبلية. ده مش تنجيم، ده علم، خبرات، قدرات، سنس، حاجات كتير قوي. فمشكلة عمر جابر، وده اللي انا قلته ونتذكر لما عمر جابر ساب الزمالك، واكدت تماما ان عمر جابر خطأ فادح انه يروح احتراف، لانه كان هيحترف في الدوري الامريكي. انت كده بالظبط زي ما تكون كنت ماشي في شارع بشكل رتيب، بشكل معين، بخطوة واحدة، ما بتغيرش سرعتك، أو بالعكس ممكن كمان سرعتك بتتغير للأفضل والأسرع. وجيت فجأة كده، فجأة كده بصيت لقيت نفسك إيه؟ بتحود يمين، لأن الشارع في وشك اتحط لك زي حاجة كده، وأنت ما عرفتش تتخطاها، ما حاولتش تتخطاها، استسهلت. فبدل ما تكمل على طول دايركت بسرعتك بإمكانياتك لا، قمت محود يمين، فبطأت سرعتك، مشيت في شارع ضيق جدا مضلم، فبدأت تمشي بالراحة واحدة واحدة. فده بيحصل حاجة اسمها دروب في المسار بتاعك، دروب في خطوتك، دروب في انتظام خطوتك وسرعتها. عمل كده عمر جابر، وكان في وقت بدري. يعني يعني بره اذكياء، بره مثلا لما ميسي يقول لك انا احب انهي مسيرتي اروح الدوري الامريكي مثلا، حاجه كده ترفيه فاني، او مش عايز اقول ترفيه، او في قوه وكل حاجه، لكن مش بنفس ابدا طبعا، ولا 50% من قوه الدوريات اللي بيلعب فيها، ولا الزخم اللي لعب فيه. لكن يروح امتى؟ يروح وانا
بابطّل خلاص، اللي هو نظام عامل حاجة ترويجية كده، زي ما عمل كريستيانو لمّا راح الدوري السعودي اللي هو القوي على مستوانا إحنا، لكن بالنسبة له هو لأ معلش يعني حدث ولا حرج، زي ما كان بيعمل برضه في الدوري القطري لمّا جه باتيستوتا وإيفان وغيرهم من اللاعبين ال واسمه إيه ده تشافي وقبلهم راؤول جونزاليس وهكذا، تمام؟ فاللي عايز أقوله يا جماعة أو قبله يعني مش قبلهم قبل تشافي، اللي عايز أقوله يا جماعة إن كان خطأ فادح من عمر جابر، أنت المفروض بدل ما أنت بتطلع لحاجة أعلى، لأ ده أنت رُحت لحاجة أقل. حاجة أقل قللت مسيرتك قللت قدراتك. وعمر جابر على فكرة يا جماعة مش اللاعب يعني كأسلوب وطبيعة لاعب فايتر، لاعب بتاع قوة بدنية، لاعب بتاع اندفاع، بتاع جرينتا، فلازم يلاقي كمان المكان اللي يناسب ده مع كمان حماسة وجماهيرية. مش اللاعب اللي هو يعني سوفت وهادي ويمشي أموره في أي حتة وبيلعب للعب كوظيفة، لا. فالنقطة دي أثّرت تأثير فادح، عشان كده كان ليها سبق خرافي لمّا أكدت إن النقطة دي في مسيرته أو الجزئية دي أو المحطة دي هتفرق فرق كبير سلبي. تعالَ بقى لمّا رجع كمان صحّح الخطأ بخطأ أكبر، هنا بقى طلب الأموال، مش طلب اللعب أو طلب إنه يرجع عمر جابر للزمالك، اللي كان واحد من أفضل اللاعبين الموجودين في الملعب في الفترة دي، وكان اكتشاف والدنيا كلها، وكان أساسي منتخب مصر، وكان من أهم اللاعبين في الباك اليمين، وبيلعب كمان بقدرات مميزة وبيلعب في وسط الملعب. لأ، اختفى الأمر ده تمامًا بعد كده، لإنه راجع على نادي بعيد تمامًا عن الدوافع اللي هو تاني باكرر، ما هي دي برضه نقطة مهمة جدًا يا جماعة، إزاي تعرف الأنسب للاعب زي ما قُلت، مش من الناحية الفنية بس، ولا إذا كان هيلعب والّا مش هيلعب، ولا المدرب بيحبه والّا بيكرهه والّا هيدّي له والّا مش هيدّي له، لأ، دي نقطة مهمة فنية، لكن في نقطة أخرى شخصية اللاعب. شخصية اللاعب ودي برضه طبعًا يعني قليل أوي اللي يعرف يوصل لها، وأنا الحمد لله أحمد ربنا واشكر له متخصص فيها، إني أقدر أقول لك شخصية اللاعب وأنا أهو باحلل من بُعد كمان، فما بالك لو اللاعب قصادي وقدامي. شخصية اللاعب يروح إيه اللي مناسب ليه، إيه المنشأة الأفضل، إيه النادي الأحسن، الأجواء الأفضل، الأجواء اللي تدّي له أكتر، اللي تطلّع إمكانياته الأعلى في إيه، كل ده. عمر جابر اختيار خاطئ وكان ليه سبق خرافي في الأمر ده الحمد لله. مش هاطوّل كتير عشان برضه الانتقادات الفظيعة اللي شغّالة على طول عمّال على بطّال، وبالتحديد من رضا عبد العال، بانتقد للانتقاد وخلاص، لأ حلِّل، إيه سبب التدني، إيه سبب سوء المستوى، إيه سبب الأداء اللي مش كويس، بالذات لمّا يكون لاعب مميز وبعدين هبط مستواه. علم بقى لو هتتكلم في التوقعات اكتساح كامل الحمد لله احمد ربنا واشكر فضله ليا للجميع، للجميع طبعا. لاني عمر حتى في التعاقدات الصيفيه اول حد قلت حذرت من قلت لا مش تعاقد الفظيع الرائع، هيسد خانه، قلتها كده هيكون سد خانه. ولو اخد عمر جابر وخد الثقه هيبقى سد خانه، مش هيرجع ابدا عمر 2015 او ما قبل رحيله الزمالك. طيب المهم، فزي ما بقول هو تم ابعاده او ابتعد عن التشكيل. خط الدفاع انا قدامي قائمه طبعا، فانا محمد عواد المتوقع طبعا. خط الدفاع فيه عبد الغني، الزناري، حسام عبد المجيد، حمزه مثلوثي، محمد عبد الشافي. تشكيل متوقع مش هيخرج ابدا عن عبد الغني وحسام عبد المجيد والمسلوسي يمين وعبد الشافي شمال، ومصطفى الزناري هيكون بديل اللي هو ما لفتش النظر، وزي ما اكدته كان ليها سبق مدرب. خط الوسط محمد اشرف الرؤى، عمرو السيسي، نبيل احمد دونجا، امام عاشور، سيد عبد الله نيمار، سيف جعفر، محمود عبد الرازق شيكابالا، احمد مصطفى زيزو، مصطفى شلبي. توقعي طبعا هيكون التشكيل، هيكون طبعا عمرو السيسي بلا جدال، هيكون جنبه انا اتوقع انه هيبدا باشرف الرؤى مش نبيل عماد دونجا، ده يعني اللي هو تشكيل متوقع يعني. هيكون في كمان أحمد مصطفى زيزو طبعًا، إمام عاشور أدي 2 ومصطفى شلبي، ده الخماسي المتوقع. وفي الهجوم هيبقى توقعي إنه هيكون سيف الدين الجزيري، والبودلة هيكونوا يوسف أسامة نبيه، سامسون أكينيولا. ويبقى يعني هاتكلم على مسألة الإحصائيات اللي أنا في برنامج بتاع مهيب، إحصائيات اللي عملها خالد طلعت واللي أكدت اللي أنا قُلته يا جماعة، اللي يمشي ورا الإحصائيات يلبس في الحيطة بمعنى الكلمة، وهاقول لكم ليه خلّيها في حلقة لوحدها. تمام. المهم محمد أشرف فاروق البديل برضه. هيكون سيد عبد الله نيمار طبعًا كمان، وسيف جعفر ومصطفى، وقُلنا وطبعًا هيكون الزناري وشيكابالا. دول بدلا يعني هو قايمة واضحة يعني. أوكي، طبعًا مع يوسف أسامة نبيه. اللي أنا شايفه كده في القايمة يا جماعة في تساوي تقريبًا، يعني طبعًا ال3 اللي تعاقد معاهم الأهلي فرقوا، لو دول مش موجودين الزمالك لسه ما تعاقدش مع حد، بالعكس مشي منه اللي هو آآ أوباما، وأعتقد في حد تاني، لكن بشكل عام التساوي ده لأن طبعًا إصابات الأهلي أكتر وزنت الأمور، لكن أقدر أقول لكم إن
عكس الجميع الزمالك عنده فرصة ذهبية النهارده، وهاقول لكم ليه بس في التشكيل المتوقع والخطة المتوقعة، آسف الأفضل يعني، الخطة والتشكيل اللي هُم الأمثل يعني. تمام، طيب نيجي بقى نشوف المتوقع إيه، المتوقع النهارده الأهلي هيلعب هيحاول يفاجئ الزمالك، باقول هيحاول لإن الإمكانيات اللي عنده مش هتسمح أوي بنسبة 100%، لكن هيبدأ يحاول يعمل زي ماتش مباراة سموحة، هيكمل بنفس النمط، هيبدأ هو مهاجم أكتر وباندفاع typical هيعمل نفس الخطة، وده لسببين، أول سبب زي ما قُلت لإن في شك حاسس بيه كولر من جماهير الأهلي، وبالذات إنه مش واخد على حتة إن كل مباراة تعادل أو كذا يحصل الحالة دي في الإعلام وفي الجماهير، فهو عايز يثبت نفسه بسرعة، لأن برضه الأمر ده مش مدرب، هو شايف نفسه إنه مش مدرب صغير ومدرب جيب هالة إعلامية كبيرة، هو حاسس بده طبعًا أكيد، فعايز يثبت نفسه بسرعة. نشوة مباراة سموحة هو عايز يكمل عليها في مباراة زي مباراة الزمالك، بالذات إنه كده بيحسم اللقب تقريبا. تمام، وانا بقولها ان فوزه النهارده، انا بقول لكم الاهلي زي ما توقعت في اول الموسم ان الاهلي هو الفايز باللقب، والاسباب قلت كتير، اسباب فنيه واسباب خارج الملعب طبعا. تمام، لكن في كل الاحوال زي ما قلت هو يلعب مندفع تيبيكال اللي حصل في مباراه سموحه، اندفاع، ضغط عالي، بريسنج، زي ما قلت، وهيبدا ان هو يحاول يجيب هدف او هدفين يقتل المباراه زي بالظبط نفس سيناريو مباراه سموحه. الزمالك فيريرا مش فطن على فكره، فيريرا زي ما قلت افتقد امور كتير عن ولايه 2015، كان ليه سبق في الامر ده طبعا، مع اصلا ان انا اتكلمت في ولايه 2015 كان عنده بعض الهفوات، لكن زادت كتير في الفترة دي وبالتحديد في الموسم الثاني لأن الغطاء اتكشف زي ما ذكرت وأكدت قبل كده، وكان ليا سبق خرافي وسبقت الجميع طبعا. فزي ما بقول لا، فيريرا مش هيكون فاطن، فيريرا هيلعب كرد فعل مش فعل، يعني ما توقعش ابدا فيريرا النهارده هو اللي يبدا مهاجم، رغم اني بقول لكم قدامه فرصه ذهبيه، ودي هاجي لها لما اجي لي التشكيل الامثل والخطه الامثل، لكن فيريرا هيكون رد فعل على الاقل، على الاقل في اول نص الشوط الاول تقريبا زي سموحه كده، بس طبعا مع امكانيات اعلى عند فيريرا. هيستقبل اللعب مش الفرص، ليه؟ لان الاهلي دي بقى قلت نسبيا، ليه؟ لان الاهلي ما عندوش الكفاءه الكبيره قوي للغيابات. عنده لاعبين طبعا، عنده لاعبين، لكن في على فكره الغيابات على فكره مش شرط تكون غيابات اسماء او لاعبين مش موجودين، لا غيابات كمان المستوى، زي محمد شريف، زي الثقه، زي شادي حسين، برضه يعني دي عاملة قلق، برضه بيرسي تاو نفس الكلام وهكذا. تمام، بيرسي تاو هيكون بديل، أنا توقعي تماما. والمشاركة محمد فخري في البداية النهاردة خطأ على فكرة، هو التشكيل الأمثل زي ما قلت ديانج ويكون مروان، اللي يعني أنا أكدت مرارا وتكرارا إنه مش اللاعب الفذ يعني، مش عارف يعني إيه اللي فيه، أنا شايفه لا يزيد كتير عن حمدي فتحي أو يعني البوتقة دي يعني. بس يا سيدي، فزي ما بقول ففيريرا هيستقبل اللعب لأنه يعني عقليًا عقليته وطبيعته، وأصلًا حتى هو يعني فلسفته عامةً كمدرب متحفّظ، مش مدرب هجومي، ما عندوش حلول الابتكارات الهجومية. تمام، كولر لأ بطبعه مدرب هجومي أكتر، لكن بشكل عام الاتنين مستواهم يعني مش على المستوى الأمثل، زي ما قُلت لو باتكلم في فيريرا مثلًا كتقييم عام من متوسط لفوق متوسط، في الفترة طبعًا من الولاية دي بشكل عام كأفكار وطبيعة وشخصية وتكامل وعقلية وحاجات كتير. بالنسبة لكولر أقصى جيد، يعني الفرق بسيط بينهم ما يزيدش يعني، وأثبتت الأمر ده قبل كده، عشان كده قُلت التعاقد مع كولر لا يعني غير صحيح. طيب تعالَ بعد كده، بعد ما يستقبل اللعب فيريرا، إن أُحرز هدف للأهلي هيبدأ فيريرا يطلع أو اللي هو إيه، يشيل التحفُّظ بتاعه، لإنه هيلعب زي ما قُلت مش بُصّوا هو الزمالك مش هيبدأ متحفّظ، الزمالك هيبقى عايز يبدأ مهاجم، لكن الأهلي هيفرض عليه الأمر ده. وفيريرا زي ما قُلت ما بيعرفش يتعامل مع الأمر ده، عنده مشكلة في الحتّة دي، هيستقبل اللعب فترة لحد ما الأهلي يهمِّد، يتعب، وده هيحصل. بعد كده يبدأ الزمالك هو يمسك اللعب فترة، أو إنه يلعب سجال مع الأهلي، تمام، ويلعب الهجمات منظمة، جميل. برضه مشكلة الزمالك الفترة دي إنه فردي أكتر، وبيعتمد على لاعبين، مش بيعتمد على جماعية، الجماعية اللي نجحته الموسم اللي فات بنسبة أكبر، بيعتمد على إمام عاشور، على زيزو طبعًا، فلمّا هبطوا مستواهم، هبط الأداء، ما قدرش يعتمد على لعيبة مميزة زي مصطفى شلبي، طبعًا الخطأ الفادح برحيل مصطفى مصطفى فتحي طبعًا ده كان خطأ يعني فادح بمعنى الكلمة، أحمد رفعت قبله وهكذا، يعني الزمالك فرّغ نفسه من لاعبين مميزين جدًا، تمام، فاللي بأكد وطبعًا نضاي إصابته والمجموعة دي، فزي ما باقول
وده الميركاتو يا جماعة، هو ده الميركاتو اللي أنا كان ليا سبق خرافي في كل حرف فيه الحمد لله، واستقرأت الحدث تماما يعني. فزي ما بقول الزمالك النهارده هيكون بيستعيد اللعب أكتر في الشوط الأول بشكل عام، هجوم على استحياء نسبيا، مش هيكون في خطورة قوي من الزمالك الشوط الأول، لكن خطورة هتكون أكتر، ده كل ده متوقع زي ما بقول. الأهلي هو اللي هيكون خطورته أكتر بالذات في نص الشوط الأول. توقعي إنه ممكن الأهلي يعني يهدف هدف واحد فقط، لكن هيكون خطورة أكبر بشكل عام. وعواد هيكون حائط صد النهارده قصاد النص ساعة الأولى من الأهلي زي ما قلت، اللي هيكون بادئ بنفس القوة. تمام. الأهلي هيهمد لأنه الغيابات وال ال ال عدم وصول لاعبين لمستوى أمثل زي ما ذكرت شادي حسين اللي هو مكسب جدا على فكرة، لكن حذرته. الأيام أثبتت كلام زي ما حذرت حسام حسن من إنه يروح الأهلي، والأيام أثبتت كل حرف قلته. قلت إن ده مش المكان الأفضل والأمثل ليك، وقلت عشان واحد اتنين تلاتة أربعة نفس اللي قلته عن شادي حسين بالظبط. برضه الأيام أثبتت كلامي تماما. طيب فزي ما بقول على فكرة، اللي بيقارن أكينيولا بسيف الدين الجزيري، أنا استغربت إن حسام اسمه إيه ده، رضا عبد العال بيقول لك إن أكينيولا أحرف وأمهر. لا، الكلام ده مش صحيح خالص. سيف أحرف وأمهر، وسيف بيلعب غير أكينيولا عشان تبقى عارف. سيف بيجي من تحت، سيف مهاجم مندفع بيجي من تحت، لكن أكينيولا متمركز أكتر. أكينيولا بيلعب في منطقة الجزاء، ما عندوش حلول لما بينزل تحت، عشان كده الأمر بيفلت منه جدا، والاداء ما بيكونش بمستوى الامثل. لكن سيف بيجي من تحت يا فندم. سيف اصلا امكانياته بيجي من تحت زي بالظبط محمد شريف، تيبيكال نسخه اخرى. تمام. عشان كده هو مش لاقي نفسه في الزمالك، لانه بيفرض عليه انه يلعب، ما بياخدش المساحه الكافيه، بيفرض عليه انه يلعب متمركز، عشان كده هو مش مطلع امكانياته. تمام. لكن ادي الفرصه، تعالى كده لاعب اكينيولا وتحته سيف الدين الجزيري، واتفرج على الزمالك هيبقى عامل ازاي. ولما تحط زيزو جنب سيف، يعني سيف ياخد طرف مثلا وزيزو في النص، وخلي الناحيه ده اشكال. بقول لكم لو في تشكيل امثل، اتفرج على حتى في ظل الغيابات وفي ظل عدم وجود تدعيم، اللي هو اصلا القايمه مش وحشه عشان تبقوا عارفين يا جماعه، وانا ذكرت الامر ده اكتر من مره. طيب المهم، دي هاجيلها. لكن زي ما بقول ده المتوقع. تيجي الشوط الثاني، لا هيبقى سجال، بالذات الاهلي لو كان هو المتقدم، لا الزمالك هيهاجم، هينزل بكل قوه. الاهلي هيتراجع، لان الاهلي ما عندوش برضه نفس الامر، عنده آفة ضخمه جدا من سنين طويله ما عرفش يتعامل مع اي مدرب الا فايلر. هي واحيانا كارتيرون، اللي هي ان انا اقدر اواجه الاندفاع الهجومي عليا. لكن اي مدرب اخر بيلاقي اندفاع هجومي اللي مش متعود على كده، وعناصر الاهلي مش متعوده ومش متدربه على ده، اي فريق بيندفع على الاهلي هجوميا بيلخبط له الدنيا. عشان كده قلت فرصه ذهبيه للزمالك النهارده، لو لعب بالطريقه اللي هقول عليها دي يقدر يفوز من بدايه المباراه كمان. تمام. ده بالإضافة للثغرات المعتادة واللي يمكن يعني على استحياء وفترات محدودة اللي الأهلي قدر يسدها. منطقة الوسط اللي ما بين الديفندر وما بين الدفاع، أو بالتحديد ما بين الدايرة وما بين الدفاع، اللي دايما بتبقى مفرغة ومرت على أي حد عنده إمكانية يقدر يلعب فيها. تمام. واللي دايما الزمالك بيقدر يجيب أهداف منها عن طريق شيكابالا لو نتذكر بالاختراق، ويجيب أهداف من الحتة دي، أو زيزو أو إمام عاشور بيبقى دايما من الحتة دي على فكرة. والمنطقة الأخرى الطرفين، وبالتحديد الباك الشمال أكتر، وكمان عند الاثنين قلوب الدفاع اللي عندهم ترهل ومشاكل كبيرة. ثلاث ثغرات من أفدح ما يمكن. إلى حد ما سدها بديانج منطقة الوسط، إلى حد ما طبعا بقول إن ديانج لوحده مش هيقدر برضه. الطرفين ما زالوا مستباحين، ومنطقة قلب الدفاع اتسدت فترة بسيطة، اللي هي فترة اسمه إيه ده، اللي هو بدر بنون. دي الفترة اللي اتسد فيها الثغرة دي بنسبة جيدة جدا. لكن في الوقت الحالي هاجي لها بقى لما اجي للخطه الامثل وازاي تلعب وتفوز على الاهلي. واي فريق على فكره والله يا جماعه، والخطه دي قلتها قبل كده 20 مره ومفيش فايده يعني. لكن زي ما بقول الزمالك هيندفع اكتر، بالذات لو الاهلي كان احرز هدف، وهيلعب بكل قوه. طبعا هيبقى يتفتح ورا اكتر. لكن الاهلي الزمالك ورا ما عندوش نفس العيوب بنفس الكيفيه. يعني الى حد ما افضل في قلوب الدفاع بتاعته، وجود صلابه اكتر. في نفس الوقت الباكين متمركزين بشكل افضل نسبيا، طبعا مع طبعا يعني كوارث طبعا حمزه مسلوسي ومحمد عبد الشافي، وتاثير ضخم جدا 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 رحيل حازم امام. وطبعا عدم وجود احمد فتوح في المباراه دي تاثيره برضو كبير جدا، وبديله حتى عبد الله جمعه اللي هو مش باك اصلا. وده ارجع تاني لسوء التدعيم يا جماعه، ان انت يعني دعمت وخلاص، لكن ما عملتش سد الثغرات المهمه. طيب فتوقعي بشكل عام في المتوقع ان الاهلي لا هيفوز في المتوقع، لان فيريرا مش عارف يتعامل مع خطه
الخطة اللي أنا قريتها بسهولة اللي هيلعب بيها الأهلي. مش هيقدر إن هو يحط الأمور الأمثل. ما بيعرفش يعمل تغييرات، ما بيعرفش يعمل مواجهة يعني مواقف. عنده مشاكل كتير فيريرا بصراحة. فمش عشان قلة العناصر ولا مشاكل فنية في الزمالك في مباراة النهاردة، لا خالص، عشان وجود مدير فني مش عارف يتعامل مع الموقف، فأتوقع الأهلي يفوز بفرق هدف. لكن تعالى بقى للخطة والتشكيل الأمثل. طيب نيجي للتشكيل الأمثل بالنسبة للأهلي الأول أو الزمالك، بما إنها مباراة الزمالك. حراسة المرمى محمد عواد. خط الدفاع الأمثل طبعا يبقى محمد عبد الغني مع حسام في قلب الدفاع. أنا أقول لكم حاجة يمكن هتستغربوها شوية. محمد عبد الغني يبقى باك يمين، تخيلوا محمد عبد الغني يبقى باك يمين، وحسام عبد المجيد ومصطفى زناري في قلوب الدفاع، ويركن المسلوسي كل أولا فنيا كلاعب محدود جدا القدرات في مركزه الأساسي اللي هو المفروض إنه يأدي فيه ويطلع فيه إمكانياته 30% 40% أقصى. تخيلوا، فما بالكم كمان إن هو ما بيتقدمش كمان، يعني تقديماته ضعيفة للغاية، فلاعب زي قلته في الملعب فنيا طبعا. فدي مشكلة كبيرة جدا. أنا شايف محمد عبد الغني على الأقل أقل حاجة إن ما كانش هيتقدم يسد ثغرة مهمة جدا في منطقة الجناح، بالذات لو كهربا لعب زي ما قلت وحصل المفاجأة. ممكن جدا يلعب في الحتة دي لأنه صعب قدام الزمالك يلعب تحت رأس الحرب. ممكن جدا يوديه في الجناح ويخلي مثلا يعمل تركايه ان الشحات هو اللي يبقى في النص، او مثلا نسيت قفشه كمان، نسيت اتكلم عن قفشه، ان قفشه ممكن يكون موجود النهارده، فحسين الشحات في الحاله دي مش هيبقى موجود. او ممكن حسين الشحات يوديه يمين ويبقى كهربا شمال وعبد القادر هو اللي يقعد. يعني ممكن جدا يبقى فيه تركات، لكن في كل الاحوال انت محتاج جدا لان هتواجه سرعه عبد القادر، سرعه كهربا، سرعه شحات، حتى لو لعب هو في الجناح الشمال سرعه بيرسي، ايا كان في الاجنحه كلهم عندهم السرعه. تمام، بغض النظر عن الحاله الفنيه. فمش وبالذات كمان كريستو لو كمان لعب. لكن انت مشكلتك دلوقتي ان انت عندك حد بيتقدم على طبق من ذهب، يعني خط كامل مستباح بمعنى الكلمه. فانا شايف اني هيبقى تركية حلو قوي لو لعب ب المميز والجوكر محمد عبد الغني باك يمين، لا هيفرق حقيقي. ويكون في الشمال يعني وامرهم لله زي ما بيقولوا محمد عبد الشافي اللي كان ليا سبق خرافي وقلت انه قدومه للزمالك كان خطأ فادح في 2019 بكل المقاييس، والفلوس اللي دفعت له كان ممكن جدا يجيب بيها باك افضل بكل المقاييس. واهو يعني حدث ولا حرج، لعب له موسم وكان يعني ها شويه مش عارف اقول ايه بصراحه، ما علينا. لكن اوكي محمد عبد الشافي وبرضه هيواجه مصاعب ومتاعب، وكولر هيلعب عليه على فكره وهيعمل عليه خطته، وانا اراهن ودي من ضمن السيطره اللي هيبدا فيها اول نص ساعه، انه هيلعب على الطرفين الضعاف واللي عندهم مشاكل ويحط لهم جناحين اقوياء وسرعه يعني ما فيهاش جدال يعني. فعبد الشافي غصب عنك انت مضطر ان هو اللي يكون موجود. ولو اني يعني في ناس ممكن تقول لك حط نيمار، ونيمار لا باك يمين اصلا، هو جناح اصلا في الاساس، لكن انا اقول لك المخاطره دي كبيره جدا. انا كنت شايف ان مباراه زي دي كانت محتاجه ان ما كانش فتوح يبقى عبد الله جمعه بكل المقاييس. لكن عموما انا بقول انه يعني هو حلها في كده، ما فيش طبعا، ما لازم يبقى في مسانده مصطفى شلبي. مصطفى شلبي لازم ينزل يساند معاه في الهجمات اللي على الزمالك، لان ده حلها الوحيد، لان عبد الشافي هيلاقي مصاعب كبيره. تعال بقى لخط الوسط الامثل يبقى السيسي، وجنبه انا شايف انه يبدا باشرف رؤى مش نبيل عماد دونجا. اشرف افضل وحاله بدنيه افضل وفي نفس الوقت مسدد افضل، وعنده لسه دونجا نفسيا بيعاني، عنده مشاكل كده انه مش واخد لسه الدنيا. لكن اشرف هو الافضل في البدايه. تمام، وما يبداش ابدا بالخطه الفاشله، بيبدا بامام عاشور جنب جنب السيسي، ده خطأ فادح. انت بتفرغ منطقه الوسط بكل المقاييس، ولاعب مميز ما بتستفدش بيه لا هجوميا ولا دفاعيا اللي هو امام عاشور. تمام، لكن انت تحط الاثنين دول زي ما قلت، اشرف رؤى كمان. واشرف يعني خليك في البدايه يا اشرف تكون متمركز، بلاش تطلع واجه الطوفان الهجومي اللي متوقع والخطه متوقعه من كولر عشان نفسدها تماما. يعني ابقى اتكلم بايه بلغه فايل فريرا، ان يواجه الخطه دي عن طريق ايه؟ تمركز الباكين. وزي ما قلت وجود عبد الغني هيفرق جدا، لانه عبد الغني مميز جدا في الجوانب الدفاعيه ويقدر يسد الامر ده حتى مؤقتا في اول نص ساعه زي ما ذكرت. الناحيه الثانيه عبد الشافي يتمركز عشان
قدراته البدنيه اللي مش على المستوى الامثل وابتعاده عن الملعب، فيتمركز ما يحاولش يخاطر ويطلع، يسيب الجوانب الهجوميه تماما لمصطفى شلبي، ومصطفى شلبي لازم يرجع يساند معاه في الهجمات اللي على الزمالك، والزمالك ما يندفعش خالص في الفتره الاولى. تمام. مع كمان وجود تقارب كبير مع عمرو السيسي، هيبقى ليه دور كبير على فكره يا جماعه، بالذات في افساد الخطه دي بقدراته وامكانياته، مع تراجع مع اشرف رؤى او تمركزه بمعنى اصح عشان يبقى حائط صد كبير، مع كمان اعطاء اوامر لامام عاشور انه يبدا يساند مع الثنائي بتاع وسط الملعب في الهجمات اللي تكون للاهلي، عشان امام سريع وعنده قدره انه يقدر يرجع بشكل جيد، مع التنبيه القوي جدا عليه بعدم استخدام القوه المفرطه او العصبيه في اللعب، لانه ممكن يعمل كوارث، زائد انه ما يندفعش لاقصى درجه. إمام مشكلته في الدفاع إنه ممكن بيعمل هفوات خطيرة جدا، فلو فضل مندفع مع لاعب بيهاجم لحد منطقة الجزاء ممكن يعمل ضربة جزاء على الزمالك. سيب الأمر ده للسيسي أو لأشرف الرؤى، لكن هو ممكن يتراجع نسبيا اللي هو يكون قافل يعني كشخص موجود، يكون بيعمل زخم بشري بس، تمام، مع طبعا التحليق على لكن ما يشاركش قوي في الدفاع، لأنه كمان ممكن جدا الزمالك يخسروا في مباراة زي دي. أوكي، تمام، فآدي الاتنين زي ما قُلت، قصادهم هيكون إمام عاشور وزيزو في الوسط، يعني إمام يبقى قدّام الاتنين راس الاتنين اللي موجودين في الدايرة، ويكون زيزو حُر، يدّي له حرية، تمام، والناحية مصطفى شلبي ناحية الشمال. ده برضه يعمل لخبطة في الأهلي، لإن زيزو بييجي من النُص بشكل مميز، ودي منطقة دايمًا الأهلي فيها مشاكل، وهاقول لكم إزاي في الخطة الأمثل يعني. تمام. وفي الهجوم أنا شايف إنه يبدأ طبعا بسيف الدين جزيري، بيخلخل ويعمل تحركاته مميزة وعنده إمكانيات. أوكي. واللاعبين المهمين جدا يكونوا في الشوط الثاني نبيل عماد دونجا، سيف، سيد نيمار كمان مهم جدا، مع كمان شيكابالا 3، وطبعا أكينيولا ويوسف أسامة نبي، 5 يعملوا الفارق، هم مفيش غيرهم على فكرة، 5 يحدثوا الفارق بكل المقاييس. يعني أنا ما أقولش سيف جعفر دلوقتي، لا، ال5 دول هم اللي يحدثوا الفارق، وهم دول تغييرات الزمالك في المباراة، سواء الزمالك متقدم أو متأخر. طيب المهم فزي ما باقول إيه الخطة الأمثل بقى، إنه يعمل إيه الزمالك، إنه يفسد أول نُص ساعة عن طريق إنه ما ينتظرش اللعب، لأ، يمركز أو يعمل الحاجتين الحسنيين زي ما بيقولوا، أول حاجة إنه يعني يتوقع الهجوم الشديد من كولر في البداية عشان يحدث مفاجأة، فيثبت الطرفين زي ما ذكرت، وفي نفس الوقت يخلّي تعليمات قوية جدًا لمصطفى شلبي لازم في أي هجمة للزمالك يرجع يساند مع عبد الشافي اللي ما يخرجش برّه نُص الملعب، يعني أقصى تقدير ليه برّه نُص الملعب. في الشوط الأول بالتحديد أو في أول نص ساعة. والناحية التانية يكون محمد عبد الغني مش مطلوب منه جانب هجومي قوي، لأن في زيزو يسانده في الحتة دي، مع كمان يدي تعليمات لرؤى يروح ناحية الحتة دي. السيسي متمركز في منطقة الدايرة ما يتحركش منها، دي مهمة جدا، مع كمان يرجع في الهجمات اللي على الزمالك يسند مع الاثنين الأربعة اللي تحت، يسند يبقى خامس، مع كمان يرجع إمام عاشور ياخد جانب دفاعي، يبقى ستة في أي هجمة على الزمالك دول بدون جدال. أوكي. مع كمان أحيانًا ممكن يتراجع زيزو مع مصطفى شلبي أحيانًا، فكده بقت 8 أحيان كتير جدًا. الجزيري ما ياخدش واجبات دفاعية كبيرة، هو فقط من فوق، ويدّي له أريحية ويشتغل، ينزل أيوه، لكن ينزل بحدود معيّنة، تمام، ويلعبوا له كرات على الأرض مش كرات عرضية، كرات على الأرض، لأن الجزيري مميز وعنده مهارة وإمكانيات في الاختراق، ما أعرفش بيتكلم في إيه ده، يعني رضا عبد العال يقول لك ما عندوش مش عارف مستغرب، في طنطا أهدافه كلها كانت مهارية، لمّا راح بعد كده اسمه إيه يا ربي، المقاولين تقريبًا، أهدافه كتير جدًا مهارية، كان من أكتر اللاعبين اللي كان بيجيب أهداف جميلة وفيها مهارة، أنا مش عارف بيقول حاجة غريبة جدًا، المهم واختراق من تحت كمان. طيب ف سامسون ييجي في الشوط التاني بيكسّر يهِد بقوته، لكن ما ينزلش، يفضل متمركز، بالذات مع العوار اللي موجود في دفاع الأهلي، هيحصل مشاكل كبيرة جدًا منه، بالذات كمان لإن عندك 3 ثغرات زي ما قُلت، زيزو هو وإمام عاشور عشان كده قُلت دول يبقوا أكتر لعبهم في النُص، لإنه هيقفلوا تمامًا الحتّة دي على الأهلي، حتى لو قفشة لعب مش هيدّوا له فرصة للتقدُّم، كمان هيعملوا قلبان جامد في الحتّة دي، لإن دي ثغرة موجودة في الأهلي دايمًا، ما فيش إلا ديانج فقط اللي بيعرف يتعامل معاها، وديانج لو مش في حالته الزمالك هيهيمن في الحتّة دي. بالذات كمان بوجود السيسي اللي مجهوده رائع جدا، وكمان رؤى المسدد، ولازم رؤى ياخد تعليمات في الهجمات اللي على الزمالك يبقى على حدود منطقه الجزاء الى حد ما عشان اي تسديدات او غيره.
نفس الكلام بالنسبة ليه زي ما قُلت الأطراف، مصطفى شلبي لازم يطلع يتعامل مع هاني اللي هو مستواه مترهل جدًا، ويقدر يتعامل معاه بسهولة. نفس الكلام الناحية التانية علي معلول بيترك فراغات ومساحات ضخمة جدًا، بس المشكلة مش هيكون في جناح يمين صرف، فممكن زيزو يروح في الحتة دي. في بعض الهجمات هيبقى في مجهود على زيزو أكتر شوية، لكن طبعًا عنده قدرة إنه يسنده محمد عبد الغني. عشان كده قُلت محمد عبد الغني هيفرق أوي مكان المسلوسي الضعيف بكل المقاييس، يعني دفاعًا هجومًا لأ يعني. فأنا تاني باكرر وجوده النهارده خطأ فادح بكل معاني الكلمة. نفس الكلام اللي أنت بتعاني كده، طرفين هيبقوا من أسوأ ما يمكن في الزمالك بالذات في الناحية الدفاعية. تمام. لازم الزمالك يبدأ زي ما قلنا إن هو اللي يبادر بالهجوم، الزمالك هو اللي ياخد المبادرة، ياخد الكورة. لو اتعامل بالتشكيل اللي قلت عليه ده والطريقة اللي قلت عليها دي واستغلال الثغرات، وإن أنت اللي تبدأ تفاجئ الأهلي وتبادر، هتقفله الدنيا تماما. بس ده ما يحصلش بنفس الكيفية اللي الأهلي كان هيعمل بيها قصاد الزمالك، اللي هي الضغط العالي لمدة نص ساعة ولا حاجة ومحاولة إحراز هدف أو اتنين. لا، ما يكونش بالطريقة دي، لأن الأهلي كده الزمالك هيفقد الشوط التاني بدنيا بكل المقاييس لو عمل ده. فيعملوا على فترات، يبدأ أول 10 دقايق هجوم قوي جدا وضغط بالطريقة دي، وبعد كده يهدي الدنيا سجال لمدة 5 دقايق ولا حاجة ويهدي لعيبته. بعد كده ياخد له كمان 7 8 دقايق بنفس الكيفية اللي هي قوة وضغط واندفاع. بعد كده يهدي الأمور فيعمل فترات. قدر يحرز أهداف في الفترة دي ممتاز جدًا، ما قدرش يبقى على الأقل هَمِّد الأهلي ويخوّفه وقال له لأ أنا موجود، وإن أنا مش هاتقبّل منّك اللعب، وإن عندي العناصر القوية، وعندي 5 برّه أقوياء وعندهم سرعات وإمكانيات. تمام. فدي نقطة مهمة جدًا. تعالَ في الشوط التاني يعمل إيه. وجود لو الحالة تعادل، وجود لاعب زي أسامة نبيه مهم جدًا، جدًا. لاعب زي كمان زي ما قُلت الخماسي أكينيولا قدّام، ممكن جدًا يرجع الجزيري تحت شوية ويلعب أكينيولا، وممكن يطلع مثلًا إمام عاشور لو مش في حالته ويخلّي الجزيري مكانه. كده هيقول للأهلي أنا بالعب جاي ألعب عشان أفوز، لإني بالعب هجوم بمعنى الكلمة، زائد إني مش بأثّر في الجانب الدفاعي. كمان حالة حسام عبد المجيد بالذات هتبقى مؤثرة جدًا. حسام لو أنا قُلت إن هو مش مدافع الفَذ والرائع، عنده إمكانيات، لكن حالته مهمة جدًا، لإن هو يعتبر اللي هيشيل الدفاع النهارده. الزناري يعني مش بالمستوى الأمثل أوي، لكن الاتنين في كل الأحوال أفضل من الأهلي. الاتنين الموجودين طبعًا. تاني على الزمالك استغلال قوي جدًا لحالة أيمن أشرف ورامي ربيعة، عشان كده قُلت أكينيولا لأ، يبدأ الجزيري يقدر يكلفتهم بسهولة، عنده المهارة وعنده الاختراق، والاتنين سيئين للغاية في التعامل مع اللاعبين الصُراع واللي عندهم مهارة. لكن اللاعبين الطوال أو الأقوياء لأ، يقوم بيهم يعني بيقدروا يعني يتعاملوا إلى حدٍ ما. يمكن أيمن أشرف لأ، لكن بالتحديد أكتر رامي ربيعة. عشان كده الجزيري هيفرق معاهم أوي، مع كمان مهارة من تحت جاية من شلبي، جاية من إمام عاشور، جاية من زيزو. لأ، هتفرق الأمور بشكل كبير. تمام. فدي نقطة مهمة جدًا. الشوط التاني طبعًا زي ما قُلت أسامة نبيه مهم جدًا لإنه عنده المهارة. كمان سيد نيمار برضه عنده مهارة، مصطفى شيكابالا عنده المهارة. دول هيتعبوا بشكل كبير زي ما ذكرت الزمالك. آآ تمام. وطبعًا أكينيولا هيبقى محطة، يعني دول اللي ممكن على فترات. أوكي. فاستغل جدًا، جدًا الثغرة اللي ورا علي معلول دي مهمة للغاية. ثغرة أكتر كمان اللي ورا محمد هاني برضه مهمة جدًا، يمكن دي أكتر. اللي في ما بين الاتنين قلوب الدفاع، وما بين لاعبي الدايرة ولاعبي قلوب الدفاع نفسهم وحالتهم مترهلة تمامًا. دي مهمة للغاية يا جماعة. فالنقط دي لازم الزمالك يستغلها ويفوز بيها. تعالَ بقى للأهلي. التشكيل الأمثل هاقول لكم حالا. التشكيل الأمثل في الآية طبعًا للأسف برضه مش قدامي قايمة، لكن قدامي كله بيجيب التشكيل على طول. أوكي، هو محمد الشناوي طبعًا لا جدال. خط الوسط أنا باقول خط آسف الدفاع هيكون بحكم الواقع، لكن أنا باقول إن محمد هاني مش أيمن أشرف، محمد هاني هو اللي يكون جنب رامي ربيعة. أنا ما أعرفش فين محمد عبد المنعم، المفروض إن هو موجود. لو محمد عبد المنعم موجود لأ طبعًا رامي ربيعة ما يشاركش، يبقى هاني ومحمد عبد المنعم. طبعًا مع اختلافي على شخصيته وإنه لاعب اتغر وده سوء التعامل النفسي يا جماعة، سوء الإعداد النفسي. لاعب مميز عنده إمكانيات، واحد من أفضل المدافعين، لكن أقول إيه؟ المهم يبقى محمد عبد المنعم ومحمد هاني اللي في الدفاع، خالد عبد الفتاح في اليمين، اللي هو برضه ما لفتش النظر للدرجة يعني. لأ عنده إمكانيات لكن مش الرائع يعني. وعلي معلول على الشمال برضه لأنه ما فيش يعني آآ ال الوسط أليو ديانج، ويكون طبعا في حالة إصابة حمدي فتحي عدم وجوده الكلام هيكون على. هم بيقولوا إن في محمد فخري لأ. طبعا دي مؤثرة، وده عشان كده بقول الزمالك لازم يستغل جدا جدا الثغرة دي برضو. أليو ديانج محمد فخري لا، محمد فخري ما لا، أنا شايف مروان عطية هو الأنسب.
طبعا قصادهم محمد مجدي قفشه لو موجود طبعا. اوكي، رغم تراجع مستواه لكن بيعمل بعثاره كده في منطقه الوسط بسرعته رغم طبعا تهبط مستواه. طيب تعالى بقى لمنطقة المنطقة الهجومية. أنا بقول إن الأفضل بكل المقاييس حسين شحات. يا جماعة حسين شحات بيرد كل مرة على الفشلة واللي ما يفهموش أي حاجة في التحليل. حسين شحات ده لو لقي التعامل النفسي الصحيح والإعداد النفسي، إعداد وتعامل، برضه في فرق بين الاتنين. إعداد يعني أنا بعد زي ما بعد أكلة كده، المفروض بجيب الخامات وبعملها بشكل حلو، بقطعها بشكل مناسب، بغسلها بشكل الأول، بغسلها بشكل صح، بعد كده بقطعها بشكل مناسب، بحطها بشكل الأمثل. الحاجة اللي محتاجة مثلا تتعسر، الحاجة اللي محتاجة تتقطع بشكل صح تتقطع، وهكذا. ده اسمه إعداد، حسن إعداد. لكن أي حد كده يعك أي عك وخلاص بيبقى إعداد فاشل، بيستتبعه إن الحاجة بتتعمل بشكل خاطئ. تمام. فادي بكل بساطه. فتيجي حضرتك بعد كده الحاجه اسمها ايه؟ الاعداد والتعامل. التعامل بقى اثناء الفتره اللي هو متواجد فيها، ممكن جدا اعمل اعداد صح لكن تعامل غلط تقلب الدنيا. فما بالك ان لا موجود، ده موجود ولا ده موجود، او ده بيتعمل بشكل فاشل تماما وده برضه ما بيتعملش اصلا. فكارثه، بتخسر لعيب بالملايين الملايين، وطبعا ده خطا يعني مليار في المية. وكان ليها سبق خرافي ان ده خطا مليار في المية وخراب يعني مبين. لكن خلاص انت اتصرفت الفلوس، استفاد بيها. لكن لاعب تشوفوا يا لاعب مكلف الاهلي كام يا جماعه؟ وعلى فكره انا عمري ما اتفقت يعني مع 99.9% من كلام رئيس الزمالك مرتضى منصور، لكن في امور فعلا اتفقت فيها رغم انه دايما بيقولها لاهداف واسباب مختلفه تماما عن اهدافي واسبابي. انا اهدافي واسبابي هو الفير بمعنى الكلمه، العداله بمعنى الكلمه، لا يصح الا الصحيح بمعنى الكلمه، وضع من يستحق في المكان الذي يستحقه بمعنى الكلمه. يعني عايز اقول ايه، محاربه كل السلبيات والتدني والفشل اللي موجود في المنظومه اللي بيصير من سيء لأسوأ، وعمل حلول حقيقيه. لكن هو بيعمل ده دايما طبعا كالعاده لمعارك شخصيه والاهداف شخصيه. في اخر حاجه تصريح طلع بيقول لك ان محمود الخطيب عليه هفوات وامور يجب محاسبته عليها في اهدار اموال ضخمه جدا، ودي حقيقه. انت وهو انتوا الاثنين. لكن هو بيقول لك اشمعنى انا يعني؟ لا، انتوا الاثنين اكتر ناديين، وكل انديه الدوري، او بمعنى اصح لو انا بتكلم من اول ما بدات في التحليل والتقييم والتوقع المرئي والموثق من شهر 7 2015، بنتكلم في ما يقارب حوالي يمكن 34 نادي تقريبا او اكتر. كل واحد في ال 34 نادي دول اللي انا اتعاملت معاهم شخصيا، او مش اتعاملت معاهم مباشر، اقصد اني عملت لهم تحليلات وتقييمات واستراتيجيات وتوقعات وكل الحاجات دي، باكد كلهم عليهم عوار كبير جدا، وكلهم لازم يتم محاسبتهم، لكن طبعا بدرجات يا جماعه. طيب فنيجي ليه حسين شحات طبعا لا غبار. احمد معاه انا بقول انه ايوه يعمل مفاجأة بكهربا في البداية ويديله في الشوط الاول ده، بالنسبة للتشكيل الامثل يعني. ادي اتنين. وتلاتة يبدأ بيه التالت. هو طبعا احنا قلنا في قفشة خلاص، يعني احنا بنتكلم اتنين في اليو ديانج و مروان قصادهم قفشة. ادي تلاتة في الوسط، وعلى اليمين قلنا حسين شحات وعلى الشمال كهربا. جميل. ويخلي في النص انا شايف لا، مش محمد شريف، شادي حسين هو الافضل بكل المقاييس. محمد شريف يكون بديل، عبد القادر بديل اتنين، ومعاهم كمان كريستو تلاتة، و انا قلت خالد فتح في اليمين طبعا ذكرته. كريستو تلاتة. انا طبعا للاسف مش قدامي القايمة، لكن في منطقة الدايرة مثلا ممكن محمد فخري نقول اوكي. بيقولوا في حمدي فتحي حالته إلى حد ما جيدة، هو طبعا مش اللاعب الفذ لكن طبعا أفضل من محمد فخري في المكان ده. دي أربعة يعني، مع الباقيين أيمن أشرف بقى في قلب الدفاع طبعا اللي يعمل كوارث، لكن أوكي مفيش غيره خمسة. أو لا، قلت ما دام محمد عبد المنعم موجود يبقى علي معلول، سوري علي اسمه رامي ربيعة يكون هو البديل. أدي خمسة وكده وهكذا يعني. تمام. وطبعا في الهجوم، واعتقد بيرسي تاو كمان قالوا انه موجود ستة متواجد. وبرونو سافي ده مصاب. مين في الهجوم يا جماعه؟ انا مش هو مين في الهجوم الاهلي؟ لكن سبحان الله، ما برضه في سوء في التوزيع زي ما بيتقال. لكن هو اوكي شادي حسين بيحتسب انه مهاجم صريح، وايضا محمد شريف، والاثنين مش مهاجمين صراحة خالص على فكره عشان تبقوا عارفين. الاثنين بيلعبوا تحت راس الحربة زي سيف الدين الجزيري كده بنفس الطريقة. مفيش يعني مفيش كده مهاجم متمركز بمعنى الكلمة. انت مشيت احمد ياسر ريان وبعده حسام حسن، دول اللي عندهم الملكة دي. حتى صلاح محسن نفس الكيفية برضه بيجي من تحت. طيب لكن ده التشكيل الأمثل. وفي الشوط الثاني ممكن جدا كريستو وزي ما بقول وأحمد عبد القادر مهمين جدا وجودهم. محمد شريف كمان بيخلخل ويعمل قلق، ومعاهم كمان ممكن جدا بيرسي تاو.
تمام. دول لكن اكتر كريستو واحمد عبد القادر دول هيكونوا القطعتين الاولانيين اللي هيكون تم التعامل معاهم. طيب الاهلي يفوز ازاي؟ الاهلي يفوز بكل بساطه، اول حاجه يستغل خوف وقلق الزمالك، والنقطه دي دايما الزمالك بيواجهها بالذات في مباريات الاهلي، وعدم احساس بالثقه بالنفس. دايما حتى لو الزمالك افضل في السكواد او في ظروف كتير في الاهلي، الزمالك ما بيعرفش يتعامل معاه، وده سوء جو عام اللي ذكرته من شويه عن ريال مدريد، وازاي ان الفريق عنده حاجه اسمها الشخصيه، وعنده حاجه اسمها ازاي مواجهه الازمات والمباريات القويه، ودي نقطه بتميزهم طبعا. الامر ده كان في مانشستر يونايتد مثلا في التسعينات وبدايه الالفينيه على سبيل المثال. الامر ده مثلا كمان اتوجد في مثلا البايرن في المانيا، بحكم طبعا انه مهيمن ومسيطر وهكذا. لكن في فرق ما عندهاش شخصيه زي مانشستر سيتي، زي باريس سان جيرمان، زي ممكن برشلونه في اوقات كمان متذبذبه، ممكن ما تتوقعش في اي وقت ممكن الدنيا تقلب منهم. لو حصلت لهم ازمه بتكر معاهم وتستمر فتره. تمام. لكن اللي بيلحقهم ممكن يكون ايه، دعم بشري، الجوانب الماديه والبشريه، فدي بتلحق شويه. لكن لو دي مش موجوده الفريق ينهار بمعنى الكلمه، عكس فريق ما عندوش الدعم لكن عنده الشخصيه دي زي ما قلت، او ما عندوش بنفس الكيفيه اقصد يعني. يعني في فترات ريال زي ما شفنا من موسمين، وبعد رحيل كريستيانو رونالدو، وحتى في الفتره الحاليه كقائمه، مش القائمه الجباره، مش القائمه الخرافيه، لكن مع كده فريق متماسك الى حد كبير، بيقدر يعمل مواجهه البطولات والازمات بسبب الشخصيه اللي قلنا عليها دي. فدي قلنا بتتوجد مع الوقت، لكن ممكن جدا تتبني من البدايه. تمام. وليها اسس. فالمشكله الزمالك يفتقد بشكل كبير جدا الشخصيه دي، كل فين وفين لما بتبقى متواجده في فترات على فترات، مش دايما، عكس الاهلي هي موجوده دايما. تمام. لانها مبنيه من زمان، لكن بتفتقد احيانا، لكن بيبقى في تعافي سريع. دي اللي الشخصيه دي يا جماعه، والحاله العامه دي هي دي اللي ده كلمة السر. ليه الأهلي بيرجع بسرعة، ليه الأهلي بيستفيق بسرعة، ليه الأهلي أزماته ما بتكرش قوي بالذات الفنية، ليه الأهلي بيقدر يتعافى وهكذا. تمام. وشرحتها كتير جدا قبل كده، وقلت ازاي تتعامل وازاي يتم الحفاظ عليها. طيب، فدي أول نقطة، الأهلي يستغل النقطة دي والخوف والقلق اللي بيبقى عند الزمالك دايما. رقم اتنين، وجود مدرب زي ما قلت ما عندوش الكيفية الفنية للعمل الخطط الأمثل والالتواء اللي تكون في أثناء المباراة أو قبل المباراة، وعنده ترهل فكري بكل المقاييس. تمام. ثلاثة، برضه الغيابات المهمة، تراجع أداء اتنين مهمين جدا 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 زي إمام عاشور وزيزو، واستغلال الجانب النفسي اللي جاي من الإعلام، إن الزمالك ما فيهوش إلا زيزو وإمام عاشور وهو بيفوز بيهم، والكلام اللي بيتقال حتى من جوه الزمالك. الأهلي لو استغل النقطة دي إن هو يعمل ده، إنه يحسس بقية اللاعبين إن أنتوا صفر ما لكوش أهمية، إنه يبدأ يبطل مفعول زيزو وإمام عاشور بالذات، إنه يحط لهم رقابة ويتعامل معاهم بشكل كبير في الملعب، ويبدأ يقلل فعاليتهم مع أصلا تدني مستواهم الفترة اللي فاتت، اوتوماتيك بقية الفريق يتأثر بشكل كبير لأن مش هيلاقي الحلول. كويس. وده طبعا برضو بسبب فيريرا اللي ما قدرش يعمل حلول بديلة بالشكل الصحيح، وافقد اللاعبين الاخرين الثقة بمعنى الكلمة، زي مصطفى شلبي لاعب مهم جدا، ولاعبين اخرين من اللاعبين اللي عندهم المهارة والامكانيات، وسيف الدين الجزيري كمان، ولاعبين اخرين من اللاعبين اللي عندهم تأثير افقدهم الثقة، وشيكابالا برضو سنا كبر. وطبعا المجموعة الجديدة ما ادهاش فرصة زي ما توقعت، وكان ليها سبق مدوي من اول الموسم لما قلت مش هيلعبوا ومش هياخدوا نفس الحظوة. سيف و ابن أسامة نبيه كمان يوسف، واسمه ايه ده نيمار، 3 4 اللي كانوا برضو بيعملوا لك قطع غيار مهمة، افتقدوا الثقة وهكذا. فدي برضو نقطة كمان أخرى. تعالى كمان لاستغلال غياب مهم جدا 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 جدا، أحمد فتوح اكتشاف المدوي، واللي أثبته لسه في حلقة قريبة مع تحدي مع كابتن رضا عبد العال. وأنا خارج التحديات الحمد لله وخارج أي مقارنة، لكن أنا حبيت أعمل ده بس عشان أوريكم الفرق يعني. واني اكتشاف المداوي لاحمد فتوح الحمد لله من وهو عنده 18 سنه، وتاثيره قد ايه، لكن فعلا تاثير كبير جدا جدا جدا. وعبد الشافي ممكن يكون نقطه ثغره كبيره جدا، فاحط له جناح زي الشحات هيفرق جدا في المكان ده، مش بيرسي تاو، جناح زي الشحات هيفرق قوي ويتعبه جدا جدا ويستغل الثغره دي. الناحيه التانية استغلال ثغره اخرى ان لاعب والمتوقع المثلوثي، احط له جناح افضل او مش افضل يعني اسرع زي كهربا، اسرع من الشحات وعنده امكانيات في المهريه، هيتعبه تعب فظيع، حتى لو نص ساعه في اول نص ساعه في المباراه اخطفها وانهي الامر. بعد كده نزل عليه احمد عبد القادر بديل، هتبقى مستباحه طول المباراه بنفس الطريقه. فالامر ده هيبقى
قوي جدًا برضه، بالذات إن ما عندوش حد يسانده كجناح في المكان ده، ما فيش جناح يمين بمعنى الكلمة، ما فيش إلا سيد نيمار وصعب جدًا ينزل إلا الشوط التاني. الأمور دي كلها ممكن جدًا نستغلها، أستغل كمان اللخبطة اللي عند حسام عبد المجيد، إن هو يعني لاعب جيد لكن في الأرضي عنده مشاكل، في نفس الوقت مستواه بشكل عام مش قوي أوي، واللي بيشبهه بإبراهيم يوسف الله يرحمه وبتاع، لا، لا طبعًا فرق يا جماعة، وقُلت الكلام ده وكان ليّا سبق مدوي، والزمالك محتاج قلب دفاع في أسرع وقت ممكن، ويدوّر من يناير، يعني يحاول يجيب من يناير قلب دفاع قوي، وطبعًا محمد عبد الغني لاعب متميز بكل المقاييس، لكن إن لعب باك يمين وبقى الزناري هو في قلب الدفاع برضه، هيبقى برضه مش بمستوى عبد الغني أبدًا طبعًا. يستغل كل الأمور دي يا جماعة، مع كمان إنه يقدر يحاول يسيطر على منطقة الوسط بشكل ما. طبعًا هيبقى صعب عليه جدًا، لإن منطقة الوسط في الزمالك أفضل، يعني كذات بشري وكإمكانيات لأ أفضل بعد الغيابات طبعًا الثلاثية المجموعة الغايبة وعدم انسجام مروان اللي هو مش لاعب فَذ يعني، تمام، ولا مميز، لكن ده بشكل عام، فيقدر يفوز بالأمور المتعددة اللي أنا قُلت عليها، زائد يبدأ زي ما أنا قُلت بنفس خطة سموحة بقوة، لكن مش بنفس الكيفية، مش بنفس الطريقة، مش باندفاع كامل، يبدأ على فترات، يعني ياخد أول 5 دقايق مبادرة، قدر يخطف حاجة أوكي، ما قدرش يرجع يهدى شوية عشان لعيبته يعني يبقى في هدوء، وما يطلعش كل قدراتها البدنية، لأن طبعًا شُفنا الشوط التاني وقع بشكل كبير، في نفس الوقت المباراتين بينهم مسافة مش كبيرة. ويبدأ يهدى كده وبعدين ياخد له 5 دقايق 7 دقايق 10 دقايق مثلًا بعد كده يهدى بنفس الكيفية، بحيث يوزّع مجهوده في الشوط الأول، ييجي في الشوط التاني يبدأ بنفس الطريقة برضه، لو المباراة تعادل هو كده التعادل في صالحه، فاللي هو ما يكونش مندفع للدرجة وفي نفس الوقت ما يتقبلش اللعب بطريقة كبيرة من الزمالك، تمام. أهم حاجة إنه يفرض على علي معلول عدم الخروج الكتير، علي معلول ثغراته كتيرة جدًا في الجانب الدفاعي، الناحية التانية محمد هاني ما يبدأش بيه زي ما ذكرت، يبقى خالد عبد الفتاح، وهاني يبقى في قلب الدفاع، في ي ي ي ي ينبّه عليهم تمامًا عدم الصعود بشكل كبير زي ما قُلت عن الزمالك، يبقى أقصاهم فقط منطقة الوسط، تمام، مشاركة محدودة جدًا في الهجمات، في نفس الوقت ديانج متمركز ما يتحركش من منطقة الوسط دي مملكته، وممكن مروان إلى حدٍ ما ياخد بعض الواجبات الهجومية، لكن مش بشكل كبير، لإن منطقة الوسط قُلنا في الزمالك أفضل نسبيًا، تمام، وإن هم مروان يُقف مع زيزو، يعني مروان يبقى هو ده هَمّه زيزو، يعني مروان ما يسيبش زيزو، يعني ممكن جدًا يلعب بالخطة القديمة بتاعة رجل لرجل مان تو مان، ساعتها يبطل مفعوله بشكل كبير، زيزو متراجع مستواه إلى حدٍ ما، في نفس الوقت يدّي تعليمات قفشة إنه يكون مع إمام عاشور، يعني قفشة في الهجمات اللي على الأهلي يُقف مع إمام عاشور ما يسيبهوش. ده مكمن الخطورة رقم 2، تمام، فدي نقطة مهمة جدًا. الجزيري ما يدّيهمش فرصة للاختراق من منطقة الوسط، يقرّب المسافات، قفشة لو تراجع مع إمام عاشور هيدّي حتّة في الحتّة دي زخم مفتقد في الأهلي، إن المنطقة دي دايمًا مفتوحة، المنطقة دي دايمًا بتبقى فاضية ما بين ديانج والdefender التاني وقلوب الدفاع، بتبقى في مسافة gap، لو ادّى مروان ويدّي قفشة التراجع بشكل جيد يملى الحتة دي، فهيبطل برضه جزئية الاختراق من منطقة الوسط اللي هيملاها الزمالك مثلًا في الخطة الأمثل بإمام عاشور وزيزو، وكمان سيف الدين الجزيري بتراجعه لتحت، هيبقى الحتة دي هم مسيطرين عليها بشكل كبير جدًا، فلازم يواجه ده بتراجع الاتنين دول مروان وقفشة. تمام، ما يطلعش الاتنين قلوب الدفاع للأهلي يكشفوا التسلل أبدًا، ما يلعبش أبدًا على مصيدة التسلل، لإن في سرعات ومهارة عند الزمالك ويقدر إنه يعمل أمور زي كده كتير. في حالة نزول شيكابالا يمركز له تحت، يعني شيكابالا دايمًا بيلعب من ناحية الشمال عشان يدخل لجوّه، هيكون على علي معلول، يبدأ يدّي علي معلول إنه شيكابالا موجود ما تطلعش يا علي، شيكابالا موجود يبقى علي لازم يبقى متمركز ورا، مع إن في مواجهة الاختراق اللي بيعمله شيكابالا المعتاد دايمًا، لازم يندفع عليه اسمه إيه ده، هاني أو محمد عبد المنعم، واحد من الاتنين يندفع عليه بس بطريقة صحيحة، قدر يعدّي من التاني، يعني عدّى أوكي خلاص عدّى من علي معلول، بعد كده عدّى مثلًا من عبد المنعم أو هاني، لازم يلاقي التالت ورا، ده ما فيهاش جدال طبعًا عشان يمنع حكاية التسديد، مع تراجع لاعب آخر لازم يكون في الأغلب مروان عطية مش ديانج. في الأغلب بيبقى ممكن جدًا مروان عطية، لإن مروان عطية عنده السرعة يمكن أعلى شوية، أو الاندفاع أعلى سِنّة من ديانج، اللي هيبقى طبعًا عنده مجهود كبير جدًا في منطقة الوسط، فصعب أوي يرجع المسافة دي كلّها لشيكابالا. أنا أقول التوقُّع للمباراة من ناحية النتايج وكده، أبسط حاجة أو حتى يمكن الخطة المتوقعة أو سير المباراة المتوقع برضه ده يا جماعة خاضع لنقطة مهمة جدًا. أنا الحمد لله أحمد ربنا واشكر فضله أثبتت
بالأدلة الكاملة عشرات المرات، الحمد لله أحمد ربنا واشكر فضله إن أنا باقدر أقرا تمامًا سير المباراة أو أقرا سير بطولات كاملة كمان. آآ وممكن كده تكون بطولات طويلة زي الدوريات وكده، لكن مع كده ده في حالة إيه، ما يكونش في أمور غير طبيعية تتدخّل. باقول يعني إيه أمور غير طبيعية؟ يعني أنا ممكن أقرا تفكير مدرب، أقرا افتكاسات مدرب، أقرا ممكن لاعب مش في مستواه وارد يكون النهارده، لأن في إرهاصات كده بتأكد الكلام ده وهكذا، أو من الناحية النفسية مش على مستوى، أو هو اللاعب نفسه أصلا مش هيكون مجدي على سبيل المثال. لكن ما تقولش لاعب مثلا مهم جدا ومستواه متميز وفجأة في مباراة النهارده يتصاب مثلا فجأة، طب دي أعرفها منين على سبيل المثال ويبقى مؤثر جدا. أو العكس، لاعب مثلا يكون يحصل له حالة طفرة غريبة لمدة مباراة أو لمدة توقيت معين مثلا لفترة. يعني اللي بيتكلموا عن كهربا في مباراة سموحة ومحدش كان متوقع قال المستوى بتاعه، لا أنا متوقعه طبعا، لأن كهربا في الأساس عنده إمكانيات متميزة، بس هم بيقولوا ده على أساس إنه كان غايب بقاله فترة طويلة، وصعب قوي 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 إن واحد يرجع بعد الفترة دي ويعمل ال الأداء ده مثلا حتى لو على مستوى نص ساعة. لا أنا كنت متوقع، أنا بتكلم عليه، أنا كنت متوقعه ليه؟ لأن يا جماعة قلت قبل كده في نوعية لاعبين، ودي برضو مصطلحاتي الحصرية الحمد لله والتاكتكس الحصري، إن في لاعبين يا جماعة مهما يقعدوا ما بيصدوش، دي حقيقة. وفي لاعبين العكس، مهارة وإمكانيات وحاجة رائعة، لكن طول ما هم بعاد عن الملعب بيصدوا، مستواهم يقل. إذا كان وليد صلاح كده على فكرة، وليد صلاح الدين، حازم إمام، فيهم العيب ده. لكن في لاعبين آخرين ما فيهمش، كان محمد حمدي زكي يبقى بعيد فترة طويلة ويتم إعارته ويعمل أداء رائع. حسين الشحات لما أعير لفترة برضو للمقاصة بعد ما جه ال 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 لا مش حسين، يا ربي انا اسف، احمد الشيخ مثلا. حصل قبل كده مع يعني مجموعه، لا حسام اهو بعد قعدته وبعد كده رجع لسموحه، بغض النظر الاجواء ساعدته، لكن هو اصلا عنده الملكات، عنده الامكانيات انه مهما يقعد بيرجع باداء مش لازم 100%، بس بيرجع باداء مرضي بشكل كبير، لان عنده اساسيات مميزه. تمام، وعنده العقليه كمان. فكده كهربا عنده امكانيه وعقليه ان هو يغيب يرجع بمستوى اقل حاجه يجيب 60 70% من مستواه على سبيل المثال. لكن انا بدي مثل بلاعب اتصاب، لاعب مميز وكان في الخطه لا يفرق، او في التشكيل يفرق وهكذا، او قبل المباراه مباشره بعد ما اكون عملت التوقع لا ما يكونش موجود اللاعب ده مثلا على سبيل المثال، وهكذا. تمام، فانا بتكلم في الظروف غير الطبيعيه. الظروف غير الطبيعيه حاجه، والظروف المتوقعه واللي اقدر اقراها بخبرتي وقدراتي وامكانياتي حاجه تانية خالص. تمام، فدي نقطه بس مهمه جدا ووضحتها قبل كده اكتر من مره. يعني ده باختصار، انا شايف ان ده لو تم الاهلي يقدر يفوز زي ما قلنا، او على الاقل تقدير يحقق التعادل مع الزمالك، والخطه الامثل بالنسبه للزمالك زي ما قلت اللي انت تمت يقدر فعلا يفوز بشكل عام. لو بنتكلم الاهلي معاه مدير فني متميز والزمالك معاه مدير فني متميز وده التشكيل المتواجد مثلا، المباراة تبقى نسبتها أعلى نسبيا للزمالك بحكم التشكيل الموجود الحالي. ما ننساش الثلاثة الجداد لسه ما تكيفوش، بس وجودهم مهم طبعا. لكن وطبعا كهربا يعتبر كأنه تعاقد رابع يعني، أو بيتقال عليها الصفقة، ما بحبش كلمة صفقة والقرف ده، لكن تعاقد رابع. لكن وتأخير في الزمالك خطأ كبير جدا حقيقة، أنا شايف تأخير في الزمالك في التعاقدات خطأ كبير جدا، الموسم شغال، خطأ كبير جدا جدا جدا. كان لازم يعمل زي الأهلي ويبدأ يجيب اللاعبين بسرعة، والزمالك محتاج أقل حاجة اتنين على الأقل، يعني أقل حاجة اتنين لاعبين مهمين جدا. وإن كان هيحصل حاجة بالنسبة لنداي يبقى محتاج 3 لاعبين في أسرع وقت ممكن. طيب فزي ما بقول والكيف أهم من الكم، دي نقطة مهمة جدا. المهم فزي ما بقول ال ال دي يعني الزمالك هو اللي حظوظه اعلى بنسبه انا اقول 55 ل 45%، والاهلي يعني بشكل عام لو الفرقتين عندهم مدربين افضل، لكن اللي بيخلي الامور 50 50 هي وجود مدرب افضل نسبيا في الاهلي عن الزمالك، مع وجود الفرق النقطي اللي هيعمل حته توتر عند لاعبي الزمالك، مع طبعا السلبيات اللي انا ذكرتها من شويه. لكن بشكل عام ان لعب الزمالك بالخطه متوقعه والاهلي سوري بالتشكيل متوقع والخطه متوقعه، اذا الاهلي ليه الافضليه وهو اللي هيفوز ويكون ليه الافضليه في المباراه بالذات في الشوط الاول. تمام، وهيفوز بفرق هدف. ان لعب الاهلي بالخطه متوقعه والزمالك بالخطه الامثل، الزمالك يفوز بكل المقاييس، يفوز برضه ممكن فرق هدف واحيانا ممكن كمان هدفين. ان لعب الزمالك بالخطه متوقعه والاهلي بالخطه الامثل، الاهلي يكتسح، ممكن يفوز بفرق هدفين على الاقل، وطبعا يعني اداء مسيطر ونجاعه كبيره.
تمام. توقعي بشكل عام إن الاتنين هيلعبوا بالخطة المتوقعة مش بالأمثل، والتشكيل برضه إلى حد كبير هيكون متوقع، مش بنسبة 100% بس هيكون متوقع. ففي الحالة دي أتوقع الأهلي هو هيفوز أو يعني تعادل أو فوز، بس الأهلي هيكون الأفضل في الشوط الأول والزمالك نسبيًا في الشوط التاني، بالذات لو الأهلي بدأ بالتهديف في الشوط الأول. بشكل عام الزمالك إن تعادل أو خسر مباراة النهارده وبالتحديد خسارة، أنا باقول لكم الدوري انتهى تمامًا، وأنا أصلًا كنت ليّا سبق مدوي لمّا قُلت الأهلي من أول الموسم هياخد البطولة، وذكرت بالتفاصيل وأكدت تمامًا، لكن المتغيرات اللي بتحصل كمان بتأكد كل حرف قُلته، وبتأكد تمامًا إنه فعلًا البطولة رايحة للأهلي بكل المقاييس. ده كل حاجة في حلقة النهارده، وأشوفكم على خير إن شاء الله في حلقات قادمة، وتاني باكرر أنا آسف إن أنا مش هاقدر أنزّلها قبل المباراة، لكن هانزّلها لكم بعد المباراة مباشرةً، وبإذن الله سبق مدوي آخر جديد، وأشوفكم على خير.